أهلا البنات، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم بوصفة جديدة، وصفة يعني تحبوها كامل. كما راكم تلاحظوا هنا عندي وصفة بوراك، يعني درتو سيجار بحشوة اقتصادية جدا يعني، وبنين بزاف صدقوني، جا هايل يعني في البنة. نتمنى تكملوا الفيديو للأخير وتشوفوا كيف حضرت هذا البوراك بالحشوة الاقتصادية. راح نشوفوا مع بعض كم المقادير اللي هما عندي. خضرة هنا استعملوا الخضرة اللي تحبوها. أنا هنا عندي بطاطا، تكون قشرتها طبعا وغسلتها. عندي شوية جريوات، عندي زرودية. هنا ديروا الكمية اللي تحبوها. أنا هنا درت 4 حبات من البطاطا، يكونوا شوية كبار ولا 6 حبات صغار، يعني الكمية اللي تحبوها ديروها، يعني اللي يتوفر عندكم. هنا بعد ما قطعتها نديرلها شوية ملح وراح نحطها تتفور. هنا كاين اللي يغليها في الماء، انا ما ننصحش نتاع الماء، لانه من بعد هذيك الحشوة تجيكم جارية وراح تطلق الماء من بعد كي تقليو البوراك نتاعكم. بعد ما تتفور هذيك الخضرة نتاعي مليح وتشوفوها انها ذبالت مليح بالطريقة هذه، راح نحطها في ريسيبيون. من بعد راح نضيف لها هنا كمية مليحة من يا معدنوس يا دبشة، يعني لكم الاختيار. انا هنا درت لها دبشة. وزيتون يعني اخضر، يكون غسلناه في الملح يعني مرتين، نقصنا له شويه الملوحه تاعو، يعني باش ما يجينيش تجيش الحشوه تاعنا مالحه بزاف. هنايا خذوا حذركم يعني من الملح، باش ما تكثروش الملح بزاف، لانه راح نضيفوا من بعد ايضا الفرماج الطري. هنا الحشوة نتاعي بعد ما هرستها يعني مليح بهذه الأداة، يعني راهي موجودة في الأسواق. هرستها مليح، راح نضيف لها هذيك الدبشة اللي عندي ولا المعدنوس، حنا نضيفوا الكمية اللي تحبوها ولا النوع اللي تحبوه. ضفتها مليح. من بعد راح نضيف التوابل نتاعي، يعني القليل فقط، رشة يعني ما نكثرش. هنا درت رشة من الفلفل الأسود، رشة من الكمون الأخضر، زدت شوية ملح يعني مش بزاف لأنه ملحتها، وعندنا الزيتون أيضا فلفل الحار يعني ما تكثروش باش ما تجيكمش الحجوة تاعكم حارة، يعني خاصة إذا عندكم الأولاد اللي ما يحبوش الحار. هنا راح نضيف أيضا البصل، يعني يكون مرحي جيدا مع شوية ثوم، يعني ملعقة صغيرة من البصل مرحي جيدا وشوية ثوم. وأيضا الفرماج عندي هنا، الفرماج ضيفوا الكمية اللي تحبوها، صدقوني هذا الحشوة راح تجيكم بنينة بزاف. ملاحظة لازم تخليوها تبرد شوية باش تحكم روحها، يعني ما تستعملوهاش وهي هكا سخونة، لانه راح تطرطقلكم في الحبة تاعكم تاع الديول وكي تجيو تقليوها تفزد. هنا حاولوا تخليو الحشوة تاعكم تبرد شوية. بعد ما نخلط مليح هذاك الحشوة اللي عندي. هنا راني كنت نسيت البصلة وشوية ثوم، يعني سنينة ثوم ولا 2 سنينات ثوم، ما تكثروش. وحاولوا تخلطوا مليح كما قلت لكم، خليوها تبرد، يعني الحشوة هذه لازم تبرد شوية باش تتماسك، يعني ما تكونش هكا سخونة وديريكت نحطوها في الاخر في الديول تاعكم، راح تطرطق لكم الحبة كي تقليوها. هنا الديول عندي، انا هنا نموت على هذا النوعية نتاع الديول، صدقوني النوعية تاعهم هايلة، يعني لو كان نلقى يوفرون لنا غير هذه في السوق يعني تهبل، ما تفزلكمش الحبة تاعكم تاع البوراك. هنا في عوض اني ندير حبة كاملة، راح نعتلكم كيفاش تقتصدوا في هذا الحبة هذه ولا هذه العلبة تاع الساشي هذا تاع البوراك. راح تقسموا على 2 بالطريقة هذه، وراح تستهلكوا، يعني راح تولي في عوض يكون عندكم 10 حبات راح تكون عندكم 20 حبة، يعني وتجيكم حبة تاع البوراك. يا اخي شفتوا في الفيديو مع الاول كيفاه جات الحبة نتاعي متقونة ومتحوفة، يعني وما ما فزدت ما طرطقت
في الزيت ما والو، راح تنزعوا الحبات نتاعكم بالعقل. هنا دائما حطوا في منشفة على جهة وغطيوها بعد ما تحلوا كامل الحبات، يعني هكا باش نسهل عليكم المهمة. بالطريقة هذه راح نحط الحبة تاعي تاع الديول، ومن بعد راح نحط الحشوة يعني على يعني ما نحطهاش في الوسط، يعني كي بالطريقة هذه يعني الصورة تشرح نفسها. وراح نلوي يعني عادي ونخليهم على جنب. هنا حاولوا تلويو يعني وتقفلوا بالبيضة يعني، ولا كاين اللي يديروا الفرينة وشوية حليب ويقفلوا به عادي، لا حرج. كيما راكم تشوفوا تلويو بالطريقة هذه وتحاولوا تكملوا كامل الكمية اللي عندكم. هنا الكمية نتوما تحكموا فيها سواء في الخضرة أو في الديول، يعني كل وحدة ومقدور نتاعها. أنا هذا الكمية دارت لي تقريبا 12 حبة ولا كيما راكم تشوفوا. راح نكمل كامل الكمية اللي عندي، وصدقوني البنة ما لا توصف، يعني بمجرد انك درتي خضرة وفورتيها ضفتي لها يعني قليل من التوابل، ما كانش بزاف. قد ما تكثري لها المعدنوس ولا دبشة وفرماج راح تجيك بنينة هذا الحشوة. يعني نبدلو شوية، على بالي كاين اللي يحب البوراك بال بالفيون داشي، ولا كاين اللي يديروا بالكبده تاع الدجاج، ولا كل وحده وكيفاه. كاين اللي يديرها بصدر دجاج يعني يكون مرحي. انا كنت سبقت خدمت درت معاكم فيديو خدمت البوراك تاعي بصدر الدجاج، يعني حشوة بصدر الدجاج. راح نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. ما تنساوش حباباتي ايضا ديروا لي جام وكومنتير وتابونيو في القناة وتشاركوا القناة تاعي مع صحابكم، يعني باش تكبر القناة نتاعي فضلا وليس امرا. هنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي راح نقليها في زيت تكون يعني سخونة. هنا النار تكون متوسطة، ما تكونش قوية بزاف باش ما تطيب لكمش على برا والداخل تبقى الحبة تاعكم يعني الديول من الداخل يكونوا ما مش طيبين. يعني حاولوا انكم تطيبوا على نار متوسطة، يعني تطيب الحبة في غرضها، ما تزربولهاش الطياب، سينو راح طيب من برا والداخل تبقى يعني نية ما تطيبش الحبة تاعكم تاع الديول. راح نحط يعني الكمية اللي نقدر عليها ونقليها، ونحاول اني نفرغ عليها الزيت ايضا من فوق باش تتنفخ لي وتجيني على شكل سيجار، يعني ما تجينيش مسطحة الحبة تاعي. ونحاول نقلبها مرة على مرة، كل مرة على جنب او من تحت من فوق، يعني حتى تطيب لي الحبة تاع البوراك، يعني كل وحدة كيف تعرف تطيب تاع البوراك نتاعها. هنا ضروري انكم بعد ما يطيبوا الحبات نتاعكم يعني تخليوهم يقطروا مليح، يعني في ورق يعني، ولا في كسكاس. كاين اللي يديرها في الكسكاس وتوقفهم هكا باش يهبط الزيت كامل بالطريقة هذه. وهذه هي الوصفة تاعي نتاع نهار اليوم. نتمنى تكون عجبتكم، يعني بوراك اقتصادي خفيف، حشوة ظريفة خفيفة راح تحتاجوها في رمضان، يعني شهر رمضان راهو على الأبواب، يعني ما بقالوش بزاف. نتمنى تكون الوصفة تاع اليوم خفيفة ظريفة. ما تنساوش حباباتي دعموني في قناتي بجام وكومنتار وتابونيو في القناة. كما قلت لكم كامل مقادير هذه الوصفة راح تصيبوها في صندوق الوصف، وأيضا رابط الوصفة اللي خدمت بها بوراك بحشوة الدجاج راح تلقاوها أيضا في صندوق الوصف. نتخليكم على خير، نتلقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة. إلى اللقاء.